تعالوا النهارده احكي لكم حكايه من الحكايات اللي كانت بتحصل ايام ما كنا متخزنين في السلوم. في مثل بيقول لك ايه، تعرف فلان؟ يقول لك اعرفه. عاشرته؟ لا ما عاشرتوش، يبقى ما تعرفوش. عاوز تعرف حد؟ سافر معاه. انا بقول لك ليه كده؟ عشان السفر بيبين فعلا معادن الناس. احنا كنا سافرين تقريبا، مسافرين 6 بني ادمين نفس البلد اللي هي يعني بلدنا. انا كنت اصغر واحد فيهم. فاللي ضحكك ان كان في من الستة دول تقريبا 4 اصحاب. الاربعه اصحاب دول كانوا اصحاب قعده واصحاب لمه واصحاب سجاره وبتاع. فاللي ضحكك ايه؟ المفروض يعني ان ابويا بقى، بما ان انا اصغر واحد وكده، كان موصيهم عليا. فاللي ضحكك ايه؟ واحنا كنا في اسكندريه، اللي كان وصل لنا قبل ما نروح الاسكندريه ان احنا اليوم اللي هنروح فيه هو اللي هنسافر فيه. واللي كنا فاهمينه ان احنا لما نروح اسكندريه هنركب في نفس اليوم. فاللي حصل ايه؟ رحنا اسكندريه، وكنت اول مره تقريبا اروح اسكندريه ساعتها. وقعدنا قدام مكتبه اسكندريه، وبعد شويه جه تليفون لواحد من الشباب اللي كانوا معانا. قال لك لا احنا مش هنركب النهارده. وبعد شويه جه برضه تليفون تاني من المهرب. قال لك لا احنا هنركب بس من مطروح. طب نعمل ايه يا عم؟ قال لك ايه، في عربيه هتاخدكم توديكم مطروح. ففعلا رحنا مطروح. وصلنا، هنعمل ايه؟ قال لك لا احنا مش هنركب من مطروح، احنا هنروح فين؟ هنروح السلوم. المهم اللي حصل هنا ان في واحد من الشباب دولت قال لك طب يا جدعان، بما ان هنركب بقى النهارده، لو اي حد فيكم معاه فلوس مصريه يجيبها. ليه يا عم؟ قال لك هنشتري بها اكل ونشتري بها شرب عشان ناخدها على المركب ومش عارف ايه. اللي ضحكك هنا ان انا وثقت فيه، قلت له اوكي مفيش مشكله. انا كان معايا 50 يورو كنت واخدها علشان لما اوصل ايطاليا، انا مقتنع ان لما اوصل ايطاليا ال 50 يورو ده هتشتري لي تذكره قطر او هتوديني المكان اللي انا عاوزه. انا مش عارف انا رايح فين. فالمهم كنت مخبي ال 50 يورو ديت في مكان ما في البنطلون بتاعي. كنت بضايق البناطيل كده، فرحت مدخلها لفيفه ببلاستيك علشان لو نزلت الميه ما تتبلش وبتاع. والفلوس المصريه اديتها للراجل ده. فالراجل اللي المفروض يروح يجيب لنا اكل راح رايح عامل ايه؟ راح جاب الفلوس كلها سجاير، وجاب بها ممنوعات. انا مش عايز اقول اسامي حاجات عشان الفيديوهات بتتمسح يعني. تمام لحد هنا. راح ورجع. طب فين يا عم الاكل؟ قال لك لا، ما انا عرفت ان هيدونا اكل في المركب، فانا جبت سجاير وممنوعات. ممنوعات؟ طب انا مال انا اصلا ما بدخنش. المهم انا ما اتكلمتش، انا مش فارق لي كتير. انا مقتنع ان انا هركب النهارده. اكل بقى مش اكل مش فارقه كتير، المهم ان انا اركب المركبه. اللي بعد كده حصل ايه يا سيدي؟ ان الخطه كلها اتغيرت. بما ان بقى احنا ركبنا من اسكندريه على مطروح، ومن مطروح على السلوم، على ذمه هنركب من السلوم على ايطاليا. ده اللي احنا فاهمينه. لا يا معلم، احنا رحنا خزنا 12 يوم. فين؟ في السلوم، في قلب الصحراء، مع ناس عرب وبتاع. دخلنا مكان غريب كده، لقيناهم عاملين اوض، وفي قلب الاوض جايبين شكاير معبينها تبن اللي بياكلوه للبهايم. عاملينها زي مرتبه، وكل مجموعه تنام مع بعضها. المهم كان معانا ناس من الصعيد، كان معانا ناس من المنوفيه. المنايفه هم اللي كانوا واخدين نصيب الاسد، كانوا اكبر مجموعه، واحنا السته بتوع بلدنا. فاللي يضحكك يا معلم بقى، الجماعه العرب كانوا يجيبوا اكل، مثلا المنايفه قاعدين في اول اوضه، والاكل داخل، يخوموا ياخدوا الاكل كله. فعبال ما بيجي بقى الاكل، احنا في اخر اوضه احنا الست، عبال ما بيجي ما بيكونش في اكل. الموضوع ده حصل اول يوم. تاني يوم ما فيش اكل بيجي. انا بصراحه مش فارق لي اكل، انا عمال اعد الايام، ولا في تليفونات ولا في حاجه. انت عمال تعد الايام عشان ايه؟ اليوم اللي هتركب فيه. المهم اللي حصل بعد كده ايه؟ شاب من الشباب دولت، المفروض ان هو كده كان شبح في نفسه، واللي كان واصل لي عنه او اللي الناس كانت عارفاه ان هو واد بص فاجر بقى. تجارة ممنوعات وسلاح ومش عارف ايه. يعني هو مشابح لنفسه. حتى واحنا جايين في الطريق كان بيقعد يحكي لبتوع المنوفيه، فبقى ايه، واخد صيد بالحوار ده. اللي ضحكك بقى ان اول يوم عدى، تاني يوم عدى، صاحبنا ده بقى يعيط. اقسم بالله العظيم بقى يعيط. انا بقيت ابص كده، بقى انت الراجل الطويل العريض ده بشنبك، بالحكاوي بتاعت ابو زيت اللي بتحكيها على نفسك، تعيط؟ بيعيط ليه؟ مش قادر ياكل الاكل اللي الناس بيجيبوه لنا. اكل مش نظيف، وميه مش نظيفه، وقعد يقول لك انا بطني بتوجعني ومش عارف ايه. فيعمل ايه؟ راح فاكك اليورو اللي جمعه عشان يشتري بيه اكل، بقى يدي للناس المهربين، روح هاتوا لي ميه معدنيه، روح اجيب هاتوا لي سجاير اجنبي، روحوا مش عارف ايه. وانا نايم على ال 50 يورو بتاعتي، هي 50 يورو واحده مش هفكها. وبقى اللي يجي جه اكل، جه ما جاش مش فارقه كتير، هي ايام انا بعدها وهطلع اركب المركبه. المهم الاربعه دولت بقوا واخدين جنب لوحدهم كده وبتاع. نسيت اقول لكم بقى، لما صاحبك جرح جاب سجاير وبتاع، واحنا في السلوم، الناس احنا ادانا له الفلوس اللي معانا كلها، فوقفنا في كافيتيريا علشان نقف ناكل حاجه. اللي يضحكك ان المفروض صحابه
لما قالوا له فين الفلوس قال لهم انا جبت سجاير. قالوا له احنا هناكل سجاير؟ هو احنا هناكل ممنوعات؟ احنا ملناش دعوه، احنا اديناك الفلوس تجيب اكل. وفتحوا السم عليه قد كده. اقسم بالله انا بقيت واقف اقول ايه ده؟ اما انتوا صحاب ازاي اذا كان انا ولا صاحبي ولا خرا، ومثلا انا فلوسي اتصرفت وما اكلتش ولا شربت ولا زعلان ولا فارق لي، وانتوا المفروض صحاب تاكلوا تعضوا في بعض. نرجع بقى لما رجعنا ايه، نرجع تاني لما كنا متخزنين في الصندوق. بقى ايه، ما استحملش الفلوس اللي كان معاه فكها، وبدات الفلوس تخلص. وعدى اول يوم، تاني يوم، اسبوع، صاحبك بقى يتجنن، احنا قعدنا 12 يوم كاملين متخزنين. عمل ايه في مره من المرات؟ هوب راح نطت من الشباك، واحنا في قلب الصحراء، بيت في قلب الصحراء، ولا تعرف الطريق فين ولا تعرف اي حاجه، صحراء يا معلم، اجري. هوب نط وبتاع. العيال قال لك الواد عيل هرب مش عارف، جري وراه، جابوا المسدسات بقى يضربوا فوق راسه بالرشاشات. قالوا له اسمع، لو انت تعبان ومش قادر تستحمل اقعد لما الرحله تركب، وبعدين ارجع البلد اللي انت جاي منها، او ارجع تبع المهرب بتاعك. خوفوه. احكي لكم الحكايه دي ليه؟ علشان المثل المصري اللي بيقول تعرف فلان، يقول لك اه عاشرته، لا ما عاشرتوش. طب انت كده ما تعرفوش، ما انت عايز تعرف حد فعلا سافر معاه، خش معاه في شركه، ناسبه، علشان الحاجات ديت بتبين فعلا معادن الناس، وبتبين برضو انك فعلا انت الشخص ده عارفه ولا مش عارفه. فما تحكمش على حد وتقول اعرفه او ما اعرفوش الا لو سافرت معاه او شاركته في فلوس او نسيبته مثلا. ففعلا ساعتها بتشوف وشوش الناس الحقيقيه. طول ما انت ما دخلتش معاه في الحوارات ديت، ما تقولش لحد ده صاحبي، ده اخويا، ده عشرة عمر انا اعرفه. انت ما تعرفوش، لان انت ما اتحطيتش في موقف صعب مع الناس دي. لو بعد كده اتسألت على حد تعرف فلان، قول لا ما اعرفوش، علشان الحقيقة انت ما تعرفش الشخص ده، لانك ولا سافرت معاه ولا دخلت معاه في شركة ولا نسيبته، فما تعرفوش. السلام عليكم. احكي لكم ان شاء الله حكاية جديدة من حكاوي السفر، ومن حكاوي ان شاء الله التخزين وحرق الدم وتعب القلب اللي احنا شفناه. اقسم بالله الحكاوي دي هتعدي على سنين، ولكن من كتر ما هي حكاوي وما تتنسيش، عمرك ما هتنساها من كتر ما كانت صعبة. الايام الصعبة عمرها ما بتطلع من دماغك، الحاجات الحلوة بتعملها وتنساها، انما الايام الوحشة والايام الصعبة عمرها ما تطلع من الدماغ. مش هيفهم كلامي ده الا ان كان حد عاش تجربتنا وسافر تهريب عن طريق البحر، او سافر واتمسك واتبهدل، فعارف انا بقول ايه وحاسس بالكلام ده. يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم ان شاء الله في حكاية جديدة.